السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى أنا جاية لكم بفيديو مهم جدا لكل الناس اللي بتفكر إنها تربي بط للبيت، يعني تسمين للبيت، أو الناس اللي بتفكر إنها تبدأ مشروع تربية البط. النهاردة هنتكلم عن تربية البط المولر أو البط البغال، الاتنين نفس الاسم، من عمر يوم لحد ما نوصل بيه لأعلى وزن. وكمان ممكن تبيع منه على فكرة وتعملوه كمشروع يعني وتحققوا منه ربح كده بإذن الله. فالفيديو ده هاقول لكم فيه على كل حاجة بالتفصيل، إزاي نستقبل البط من عمر يوم، إيه الأكل المناسب اللي ممكن تأكلوه للبط في كل مرحلة، وكمان في مفاجآت كتير وأسرار في تسمين البط اللي بيستخدموها على فكرة في المزارع هاقولها لكم النهارده في الفيديو، مش هابخل على متابعيني أبدًا بأي حاجة. لو لسه بقى ما اشتركتوش في القناة يلا اشتركوا بقى دلوقتي وفعلوا الجرس علشان توصلكم كل فيديوهاتنا الجديدة عن تربية الطيور. وكمان لو حابين ان انتوا تعملوها مشاريع ان شاء الله اوعدكم ان انتوا هتطلعوا بمشاريع ناجحة جدا. بط المولر ده يعتبر من احسن الانواع اللي ممكن تديكوا على فكرة وزن عالي جدا في وقت قليل. وكمان مناعته على فكرة يا جماعة تعتبر كويسة جدا، يعني مناعته اقوى على فكرة كمان من مناعة المسكوفي. سواء في الشتاء هو بيستحمل على فكرة البرد، وسواء في الصيف هو بيستحمل الحر. أول خطوة عندنا اللي بتفرق بقى جامد جدًا في نجاح الدورة بتاعة البَط بتاعتنا، هي استقبال البَط لمّا تجيبيه كده وهو صغير ويكون كده عُمر يوم. أول حاجة وأهم حاجة إن إحنا ندفّي المكان كويس، لازم على فكرة يكون في إضاءة، ولازم يكون في تدفئة المكان جامد، يعني لو بِرِد مننا أو عطس علاجه بيطوّل شوية، وكمان وزنه طبعًا وأنتم عارفين أصلًا يعني الكلام ده بالنسبة للناس يعني الخبرة، الناس اللي لسه يا جماعة مبتدئة خدوا منّي كده المعلومات وإن شاء الله بإذن الله هتستفادوا منها. خدوا بالكم من موضوع التدفئة، ولّعوا كده اللمبة اللي هي بتكون صفرا أو شغّلوا دفّاية، المهم المكان يكون دافي خاصةً من وهُم صغيّرين. جفاف الفرشة، الفرشة تحتهم تكون جافة سواء هتربوا ببطارية زي ما أنا مربية كده، أو سواء إن أنتم بقى تفرشوا نشارة، تفرشوا تبن، تفرشوا أي حاجة تحتهم، المهم إن إحنا مش هنسيبهم كده يعني في المكان على الأرض أو على سيراميك أو على حاجة زي كده تكون إن هي برد. تمام؟ يبقى أهم حاجة إنها تكون التدفئة دي مهمة جدًا، وكمان زي ما اتفقنا كده على جفاف الفرشة. وأهم حاجة بقى كمان هو نوع البط، عشان دي حاجة مهمة جدًا يا جماعة لازم تاخدوا بالكم منها، لإن في ناس للأسف يعني بتغشّوا وتبيع البكيني أو اللي هو الشرشيري على إنه مولر، بيضحكوا بقى على الناس اللي أول مرّة تربي ومش عارفة شكله من وهو صغير، وبيبيعوا لهم الشرشيري على إنه مولر. طبعًا سعر المولر بيكون غير سعر الشرشيري. المولر بيكون سعره غالي أو مرتفع زي المسكوفي كده نفس السعر أو يعتبر إيه، أقل حاجة صغيرة يعني. المهم إن أنتم تتأكدوا من شكله ونوعه وتجيبوا كده من تاجر يكون يعني مضمون. هو على فكرة بيبقى لونه أصفر وفيه نقطة سودا زي ما أنتم شايفين كده، بيبقى فيه مثلًا شريطة سودا كده على ضهره أو نقطة سودا بس كده في راسه. وكمان هتلاقوا المنقار بتاعه، بُصّوا المنقار بتاعه لونه إيه، لونه بينك كده فاتح أو لونه يعني مبيض كده فاتح مش لونه أصفر، لإن اللون الأصفر ده بيبقى هو البط اللي نوعه رخيص أو اللي هو الشرشيري اللي بيعمل صوت عالي، كمان ده على فكرة ما لوش صوت علشان ما تقلقوش إن أنتم تجيبوه صوته يعني لو طلع له صوت بيبقى صوته بسيط جدًا، مش خالص زي البكيني اللي هي الشرشيري اللي تلاقي الناس كلّها عرفت إن أنتِ مربية بَط في البيت يعني، بيبقى بصراحة فضيحة وصوته عالي جدًا وما بيجيبش كمان يعني إيه، الوزن اللي إحنا بنبقى عايزينه كده بالضبط. كمان ده ما بنقدرش نعمل منّه سُلالة على فكرة، لإن هو بيعتبر سُلالة عقيمة. يعني ما فيش منّه إناث وذكور، مش هتقدروا ترقّدوا منّه، إحنا جايبينه بس ليه، جايبينه للتسمين، زيه زي مثلًا ما بنشتري الفراخ الساسو عشان نسمّنها أو ما بنشتري الفراخ البيضا عشان نسمّنها، ما بنقدرش ناخد سُلالة من الفراخ البيضا، نعتبر برضه إن البط المولر ده نفس الحكاية كده، إحنا مش هنقدر ناخد منّه سُلالة. طيب إحنا جِبنا البط واتأكدنا إن هو النوع بتاعه كويس، وكمان إحنا شغّلنا الإضاءة أهي بتاعتنا ودفّينا المكان وجايين على مكان دافي وزي الفل، والفرشة ممتازة. طب هنستقبل بقى إزاي؟ نستقبل زي بالضبط ما بنستقبل الفراخ البيضا، يعني بنحط لها الدوا التحصين اللي هو مضاد حيوي وتنفسي. ده بنشتريه من عند البيطري أو من عند المكان اللي إحنا بنجيب منه كتاكيت البط أو كتاكيت الفراخ. بنحط لهم يعني نُص ما هو على حسب ما هيقول لكم بقى الجرعة بتاعتها بالضبط إزاي، لكن اللي أنا باجيبه هو ربع معلقة على لتر المَيّة مضاد حيوي وتنفسي الاتنين مع بعض، بنستقبل على المَيّة بتكون مثلًا لمدة 3 أيام أو 5 أيام في المَيّة الدوا. خلاص، خلاص استقبلنا ونحط لهم العلف بيكون تركيز 23% نفس علف الفراخ بالضبط، علف تسمين سوبر بادي تركيز 23%. أهم حاجة إنه يكون العلف نوع كويس وتكون شركة معروفة وما يكونش مركون بقى عند الراجل اللي أنتم بتجيبوا منه عشان ما يكونش فيه سموم، أو إن أنتم هتدفعوا تمن العلف وفي الآخر مش هيكبّر لنا الطيور بتاعتنا. خلاص يبقى إحنا ده كده الاستقبال.
طب بعد ما استقبلنا البط واتطمنا بقى كده خلاص إن هو في أمان، نيجي بقى للحاجة المهمة جدًا واللي هتبني معانا جسم البط بتاعنا وتسرّع من دورة التسمين، هي طبعًا التغذية. طيب إحنا بقى بنغذيه إزاي؟ بنحط العلف تركيز 23% اللي هو البادي اللي هو السوبر، ده لمدة 3 أسابيع أو شهر. أنا عايزة أقول لكم يعني بُصّوا هو بصراحة البط المُولَر عشان ييجي معاكم بسرعة ويكبر ويدّيكم يعني الوزن الممتاز اللي أنتم عايزينه، هو علف. يعني علف، ثم علف، ثم علف. إياكم من قطع العلف، علشان كمان حتّة إن هم ممكن يعني يعضّوا في بعض أو يشدّوا ريش بعض أو كده، لو قطعتوا عنّهم العلف أو قلّلتوه، الحكاية دي بتزيد أوي حكاية الإسراف دي. لكن طول ما أنتم بتحطّوا العلف، لأ الحكاية دي تبقى قليلة جدًا، جدًا وتكاد تكون معدومة. تمام، فإحنا كده أول شهر أو أول 3 أسابيع، فإحنا هنحط العلف البادي التركيز 23%، بعد كده بنبتدي نغيّره لعلف نامي تركيز 21%. من بعد الشهر بقى ممكن لو أنتم حابين إن أنتم تعملوا خلطات يبقى هتحطّوا لهم خلطات، زي إيه مثلًا بنحط شيشة وبنحط عيش بنكسّره أو بنبِلّه كده بسيط، بس أنا ما بافضّلش أوي الحاجة المبلولة أوي، الأكل المبلول يعني للبط علشان بيعمل لهم ساعات ديدان، بيعمل لهم إسهال، وبنحط معاهم طبعًا علف، العلف ده زي ما قُلت لكم كده اللي هو الأساسي، بواقي أكل البيت، شوية خضار، كمان ممكن بقى الخلطة بتاعة الدشيشة والعيش والعلف، ممكن كمان نحط كسر الفول، وكسر الفول ده ممتاز، 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 اسمه كسر فول كده ده بيتجاب من عند أي علاف، بيبقى في منّه قشر بس وفي منّه كسر ناعم شوية، في منّه كسر خشن شوية على حسب عُمر الطيور بتاعتِك، لإن الفول ده دايمًا بيعمل لحم أكتر للطيور، تمام، مش بيعمل لنا بقى أي دهون، وإحنا أصلًا مش عايزين دهون، يعني إحنا بنربي مش عايزين وزن، يبقى الوزن ده فيه دهون وبس، لأ إحنا عايزين الوزن ده يكون عبارة عن لحم. خلاص، هو ده كده يعتبر الغذا بتاعهم. طبعًا بقى في النُص إحنا ممكن بقى نحُط مثلًا عسل أسود على المَيّة، زي ما قُلت لكم كده خضار في نُص الوجبات يعني، أنا كمان بابشر لهم بصل، باعمل لهم خلطة البصل زي ما باعمل الفراخ بالضبط، بصل، على توم، على ليمون، بتبقى ممتازة جدًا وكمان بتفتح شهيتهم وتخلّيهم ياكلوا كويس، والبط المُولَر يعني ما شاء الله عليه أكّيل، يعني بياكل بس بياكل ويدّيكِ وزن بسرعة جدًا. يعني عايزة أقول لكم إن هو ممكن تذبحوه على عُمر 55 يوم أو على عُمر 60 يوم بيجيب 4 كيلو، ده عن تجربة يا جماعة والله مش كلام وخلاص، عن تجربة، أنا عندي وصل ل4 كيلو في عُمر 60 يوم، طبعًا أنتم ممكن تسيبوه هو من 70 يوم دورته، من 70 يوم ل90 يوم بالضبط، خلاص يعني لحد ال3 شهور، ما يعني نصيحة، ما انصحش تمامًا إن إحنا نسيبه بعد ال3 شهور، لإن لو سِبتوه بعد ال3 شهور جسمه بيبتدي يفرّغ، يعني إيه يفرّغ؟ يعني يبتدي وزنه يقل. بعد ما كان مثلًا وصل ل5 كيلو أو 6 كيلو هتلاقي وزنه ابتدى يقل، وتقعدي تقولي طب هو بيخس ليه؟ لأ أصل هو البط ده مش من نوع مش زي البلدي اللي إحنا هنسيبه وقت طويل، لأ هو دورته كده 70 يوم، عايزين تسيبوه يبقى لأقصاها 3 شهور هتلاقيه لسه ما زال الوزن عمّال يزيد، يزيد، يزيد معاكِ، وزنه بيبقى حلو جدًا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لحمته حمرا زي لحمة الجزار كده بالضبط، ما بيبقاش فيه دهون خالص، جلده بيكون رقيق وضعيف كده مش جلد سميك ولا تحتيه دهون ولا أي حاجة خالص زي البط الشرشيري مثلًا أو الفرنساوي، لأ، ده نوعه حلو جدًا وبيكبر بسرعة، عشان كده أنا بافضّله كمان عن المسكوفي لإنه بييجي أسرع من المسكوفي ومناعته أقوى من المسكوفي، وطعمه على فكرة لحمه جميل جدًا، يعني الناس اللي بتقول لحمه زفر أو كده لأ، ما فيش خالص والله يا جماعة الكلام ده، ولا بيعمل صوت كمان هيضايقكم يعني. فنصيحة هو تسيبوه أقصاها لو أنتم عايزين يعني تسيبوه على 3 شهور، ممكن تذبحوه عندي يعني إيه 70 يوم. وعايزة أقول لكم بقى إن أنا باربّي البط في البطارية، يعني مش باربّيه أرضي زي ما أنتم شايفين كده، باخلّيه في البطارية، بس العدد طبعًا ما بيبقاش كبير، يعني هي آخرها إنها تاخد 3 بطات بصراحة في كل دور، هي دي طولها متر، في عرضها تقريبًا 60 سنتي حاجة زي كده يعني، فهي يعني مش هتاخد مساحة كبيرة علشان طبعًا إيه، كل أمّا هنقلل العدد، كل أمّا البط هتلاقيه معانا بيكبر بسرعة. خلاص وعايزة أقول لكم يعني بجد تربية البطارية يعني حلوة جدًا، لإن هُم كمان مش بيعوكوا بقى تحتهم وتلاقيهم كده قاعدين بقى مبلولين أو الفرشة تحتهم كده فيها بَلَل أو حاجة زي كده، لأ، زي الفل كده زي ما أنتم شايفين الدنيا كده عندهم جافة وناشفة، على فكرة برضه مش باربيهم يعني معاهم الفراخ البيضا ولا حاجة، أنا بس كنت حاطاهم هنا على بس ما أنضّف مكان الفراخ، وكنت هانقل يعني الفراخ منّهم، لإن طبعًا ما ينفعش تربية البط مع الفراخ، باجيبهم بس من وهُم كتاكيت صغيّرين تقريبًا يعني لحد الأسبوع، وبعد كده بابتدي أفصل بقى البط في مكان والفراخ في مكان. طب خلّيني بقى أقول لكم لو في نُص الدورة كده مثلًا البط جاله إسهال، هنعمل إيه، ممكن شاي تقيل، يعني هنغلي شاي وهنعصر عليه ليمونة وهنحطه لهم في المَيّة، ممكن نغلي شيح وهنحطه لهم برضه في المَيّة،
معلقة نشا هتترش كده على العلف، برضه بتمسك يعني بطنهم، أو ممكن نحط معلقة النشا على الشاي على الليمون ونحطه لهم في المَيّة برضه تبقى ممتازة ليهم. ما فيش أي حاجة من الأعشاب بتاعتنا أو الحاجات الطبيعية اللي في البيت جابت نتيجة، يبقى هنجيب قرص كبسولة أنتينال، أو نجيب شراب فيلاجيل أو أنتينال، أي حاجة بتاعة الأطفال بتاعة الإسهال هنحطها لهم برضه في المَيّة، برضه بتضبّط الدنيا على الآخر. وفي الآخر لو يعني لقيتوهم كاشين شوية، اعملوا خلطة البصل، لو ما جابتش برضه نتيجة، يبقى هي مثلًا قرص فولوموكس اللي هو المضاد الحيوي البشري من الصيدلية البشرية. قرص فولوموكس بيضبّط الدنيا، بس أنا باحاول يعني على قد ما أقدر إن أنا ما احطّلهمش أدوية، وباحط لهم أمشي كُلّه يعني بالأعشاب الطبيعية. لو زي ما قُلت لكم كده خلطة البصل كمان بتفتح شهيتهم، ممكن كمان نحط لهم رشة خميرة في المَيّة أو رشة خميرة على العلف، علشان برضه الحاجات دي برضه كلّها من ضمن الحاجات اللي بتزوّد معانا الوزن، علشان تاخدوا وزن عالي. عايزة بقى أقول لكم الناس اللي عايزة تربّي على الخلطة، تربّي على الخلطة بس هي هتطوّل معاكِ شوية، لو أنتِ عايزة تربّي على العلف بس، فأنتِ هتذبحي بدري، فلو حسبتيهم يعني لو حسبتِ الدنيا هتلاقي إن الاتنين زي بعض، ما أنتِ برضه هتقلّلي العلف شوية وتزوّدي من الخلطات علشان خاطر إن أنتِ هتوفّري مثلًا من تَمَن العلف، لإن طبعًا العلف معروف إن هو أغلى حاجة، برضه هتلاقي نفسِك إن أنتِ مطوّلة في الوقت. لكن لو أنتِ بقى حابة إن أنتِ مثلًا تنجزي والدنيا تيجي معاكِ على طول والبَط يكبر، فأنا يعني نصيحة إن أنا بانصحكم هو علف بس من غير خلطات. يعني لو حابين إن أنتم تمشوا كده براحتكم، حابين إن أنتم تمشوا كده طبعًا كل واحد زي ما بيحب وكل واحد على حسب ظروفه. طيب حابين تعرفوا بقى العلف بياكلوه قد إيه، أو كل بَطّة بتستهلك قد إيه من العلف، فأنا عايزة أقول لكم إن البَط المولر بياكل طول فترته لحد شهرين ونُص، 3 شهور، البَطّة الواحدة بتاكل من 9 ل10 كيلو، ده خلال ال3 شهور كاملين من العلف. ده هتدّيكم وزن يعني حوالي يوصل مثلًا ل5 كيلو، وفي كمان أعلى من كده، على حسب بقى أنتِ ونوع البَط اللي أنتِ جايباه. كمان سلام كمان لو جبتوا بقى البَط اللي هو المولر أو البغال اللي هو المستورد اللي هو أبو عين حمرا، ده ما شاء الله بقى بيبقى وزنه يعني بيعدّي جامد أكتر من المحلي بكتير، بس ده طبعًا ما بيبقاش يعني متوفّر كتير أوي يعني عندنا هنا، أو في المكان اللي أنا فيه مش متوفّر، فما أعرفش بصراحة هو بيبقى موجود فين، عشان يعني إيه الناس لو حد سأل والّا حاجة هو موجود فين، اللي يعرف بقى يكتب لنا في التعليقات. إيه بقى أهم حاجة علشان ناخد الوزن العالي، إن إحنا نحافظ على البط بتاعنا من الأمراض، نحافظ عليه من الإسهالات، لإن الإسهالات بتنزّل جدًا من الوزن بتاعنا، علشان ما نعملش كل حاجة صح ونيجي في الآخر نلاقي إن ما فيش وزن، ما فيش وزن، نبقى نراجع كده ونشوف كده الإسهالات ولازم تكون في متابعة كده على طول، شوفوا لو في إسهال يبقى يتعالج كده على طول. كمان خدوا بالكم من موضوع الافتراس، لو حصل افتراس يعني لا قدّر الله، في الموقف ده هنعمل إيه، أنا باقص طرف المنقار من فوق وننزل على طول بأملاح معدنية وفيتامينات، وتحطوا أكل كتير قدّامهم، خدوا بالكم لإن لو هم ما لاقوش الأكل على طول بيحصل موضوع الافتراس. يعني لو الأكل أنتِ نسيتِ أو الأكل كان قليل أو مش متوفر قدّامهم على طول أو ما عرفوش يطولوه، فعلى طول بيحصل موضوع الافتراس. فبجد الناس اللي نِفْسها إن هي تربّي وأول مرّة تربّي، أنا بجد بانصحكم بالنوع ده من البَط. البَط ده ممتاز، ممتاز، ممتاز. أنا بافضّله جدًا في التربية عن البَط المسكوفي وعن أي نوع تاني من البَط. لو حابين إن أنتم تبتدوا كأول مرّة أو تعملوه كمشروع، كمان هو مُربح جدًا، سعره دلوقتي بالنسبة للبيع بقى يعني عالي وبقى ممتاز، وبقى ناس كتيرة جدًا، جدًا في المحلات. أنا عندي في المحلات بيبيعوه بنفس سعر البَط البلدي والمسكوفي، كُلّه عندنا زي بعض. فشوفوا بقى يعني لو حابين إن أنتم تربّوا حاجة أو تعملوها كمشروع كده، تجيبوا مثلًا بتاع 50 بطاية أو حتى 30 بطاية وتبيعوا للجيران كده والناس اللي حواليكِ، هتكسبي وهتطلّعي مكسب ما شاء الله من البط حلو جدًا. وكده بقى يا جماعة نكون خلّصنا مع بعض دورة تربية البط المولار من عُمر يوم لحد عُمر الذبح أو عُمر البيع لو أنتم هتعملوه كمشروع. أتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معايا، وافتكروا دايمًا إن أي مشروع لو أنتم حابين تعملوه كمشروع، أي مشروع بيبتدي بخطوة صغيرة وحلم كبير، أنتم تقدروا على فكرة تحققوا حلمكم لو أنتم بدأتوا صح. الناس المبتدئة ما تخافيش واتجرأي يالّا وهاتي البط، واكتبوا لي كده بس تحت في التعليقات تحبوا الفيديو الجاي نتكلم فيه عن إيه. لو استفدتوا بقى من الفيديو ده ما تبخلوش عليَّ بلايك حلو، وشاركوا الفيديو مع أي حد ممكن يستفيد، وكمان اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان كل فيديو جديد عن تربية الطيور والمشاريع كده الحلوة إن شاء الله اللي هتكسبكم يوصلكم أول بأول. استنوني بفيديوهات جاية أقوى وأكتر، ولو عندكم أي سؤال أو محتاجين أي نصيحة أو إن أنتم عايزين أي سؤال عن أي مرحلة من مراحل تربية أي طير من الطيور، اكتبوا لي في التعليقات وأنا بارد عليكم بنفسي. أشوفكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.